حبايه سحريه قلب الدنيا في العالم كله، لاول مره في العالم دواء بيعالج دهون الكبد، السمنه والسكر. يا ترى ايه هو الدواء ده واجيبه منين؟ وهل فعلا هو بيعمل كل الكلام ده؟ وهيخسسني قد ايه بالظبط؟ ده دواء جديد لسه واخد ابروف من كام ساعه في امريكا وفي الامارات. نفس الشركه اللي عامله مونجارو هي اللي عاملاه. الدواء ده بيشتغل ازاي؟ بيقلد هرمون في جسمك اسمه GLP-1. الهرمون ده جسمك بيفرزه عادي، وهو ده اللي بيدي اشارات لجسمك انك خلاص شبعت وتوقف اكل. بيقلل حركه المعده، فبالتالي الاكل بيقعد في معدتك فتره اطول، فنفسك تبقى مسدوده وتاكل اقل. بيقلل ارتفاع السكر في جسمك. ما بيفكركش بحاجه كده؟ بالظبط، هو زي حقن التخسيس، بس بدل ما هو حقن اقراص. طب هو بيخسس قد ايه؟ بيخسس من 10 ل 12% من وزن جسمك. يعني لو انت 100 كيلو تقريبا هتخس 10 كيلو في قد ايه؟ في 3 شهور. يعني تقريبا اكنك بتخس 3 كيلو في الشهر. طب ايه الجمدان في كده يعني؟ ما انت لو عملت دايت وتمرين كده كده هتخسهم، ويمكن تخس اكتر منهم كمان. يعني هو ولا حل سحري ولا حاجه، هم عاملين ضجه على الفاضي، لان الاثار الجانبيه اللي كانت بتحصل بسبب الحقن لسه موجوده في الدواء ده. مش بس كده، هو في نفس مشكله الحقن، ان انت لما بتبطله بترجع تزيد تاني. ده غير الكارثه الكبيره انك كده كده هتعمل دايت، بس المره دي مش هتعرف تاكل بروتين انتيك، فبالتالي هتقع من العضلات بتاعتك. للاسف يا جماعه كان نفسي افرحكم، بس هو لسه مفيش حلول سحريه. لسه لازم نتمرن ونظبط اكلنا، حتى لو هناخد دواء، حتى لو هناخد حقن، حتى لو هنعمل عمليه. على العموم الدواء لسه ما انتشرش بره، وطبعا لسه ما جاش مصر. لو عايز تخس بشكل ذكي وصحي ما تنساش تعمل لي فولو.